الحل هو اندماج مصر والسودان مرة أخرى، لأن بمنتهى البساطة دولة السودان دولة غير قابلة للحياة، ومصر دولة مهددة وجوديا بسبب سد النهضة في أثيوبيا، وبالتالي اندماج مصر والسودان وإعادة وحدة وادي النيل هو الحل الوحيد للسودان ولمصر. طب ايه المكاسب اللي ممكن تعود علينا لو احنا عملنا اندماج مع دولة السودان؟ اولا هتقدر انت تامن حدود البحريه في منطقه البحر الاحمر، وده هيساعدك على تامين قناه السويس. ثانيا امكانيه الوصول لسد النهضه في اي لحظه ممكن توصل لها بكل سهوله جدا. وثالثا الموارد الاقتصاديه الضخمه اللي موجوده في دوله السودان من الاراضي الزراعيه والذهب وما الى اخره، كل ده هيعود بالنفع على الدوله المصريه. كمان المياه الكتيره جدا اللي موجوده في فروع عباره والسباط والنيل الازرق والامطار، كل ده يمكن الاستفاده منها. طب على الجانب الاخر الشعب السوداني هيستفيد ايه؟ اولا زي ما قلت لك دوله السودان دوله في الوضع الحالي دوله غير قابله للحياه، واندماج مصر والسودان هيدي قبله الحياه لدوله السودان والشعب السوداني. وكمان الجانب الاقتصادي والاجتماعي هيعود بالنفع على دولة السودان. دولة السودان عندها موارد كتيرة جدا، لكن ما عندهاش القدرة اللوجستية ولا القدرة البشرية والمادية على استغلال هذه الموارد. القدرات دي طبعا بمنتهى البساطة، وكمان القدرات العسكرية موجودة عند مصر. فاندماج الدولتين وإعادة وحدة وادي النيل هو الحل والسبيل الوحيد لإبقاء فرص الحياة لمصر والسودان. سلام.